السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، يعني عامله فيديو كده غريب. طبعا عامله الكاميرا الاماميه والصوره مش هتبقى واضحه كويس، بس مضطره معلش. والزاويه والكادر كله خربان لان انا حاطه الموبايل على حاجه عاليه عشان عمر وجودي ما يطلوش. مأساة كده ومعاناه يعني بتاعتي، فايه يعني مش عايزه ادخلكم في تفاصيل كتير ومهاترات وكده. المهم، كنت عايزه اقول لكم بس تجربتي في اني ازاي سيطرت على عمر، او ازاي قدرت امنعه عن التلفزيون وكده. مش عايزه اقول يعني قدامه عشان هو هيفتكر. قدرت امنعه عنه او الهيه يعني عنه، وعلى قد ما اقدر ان احنا نبعدهم عن الكرتون والحاجات دي خالص خالص خالص. على قد ما نقدر الموضوع والله فرق معاه جدا. يعني انا حسيت بفرق مع عمر من اول اسبوع، والحمد لله دلوقتي بقى لنا كتير. يعني بقى العادي بتاعنا ان هو مش مفتوح، العادي ان هو مقفول. وخلاص يا عمر قطع وان هو مش شغال وخلاص. عملت ايه بقى؟ ما هو انت لازم يبقى عندك بدايل. هتقفليه وهتقولي عمال يعيط وعمال يزن، ما هو ده الطبيعي. هو زهقان، هو عايز تشغلي له وقته، عايز يعمل حاجه. ما هو مش هيقعد، مش زيك هيقعد على موبايل، ولا هيقعد يقرا حاجه، ولا هيقعد يشوف شغل بيت. هو لازم يلعب بس حبيبي زي ما بيلعب كده. فلازم تشوفي بدايل. فانا طبعا لجأت لكذا حاجه، طبعا منها ان انت هتلعبيه انت نفسك. هتلعبيه وهتنزلي على الارض كده وتلعبي معاه وتعملي بقى حدوته وتعملي قصص ومش عارفه ايه وتلعبي بالحيوانات. اي حاجه. اولا جبت له طبعا لعب اكتر من الاول، وركزت في اللعب بقى اللي هي يعتبر حسيت ان هي تبقى مفيده ليه. اولا مثلا حيوانات، لان هو عرف اشكالهم بقى، بدا يعرف اساميهم والحاجات دي. حسيت ان الموضوع ده فرق معاه ان هو يحفظهم، بدل ما تكون لعبه كده حاجه وتضيع وقت وخلاص، لا هيعرف منها حاجه. فالحيوانات دي هوريها لكم برضو. فادته كتير. جبت له مكعبات، جبت له كذا حاجه بحيث ان انا ابدا اعوض له واشغل له وقته بحاجات برضو ممتعه، مش حاجات هتبقى ممله بالنسبه له، لا حاجات حلوه وحاجات هو حاببها، ويعمل فيها افكار جديده على حسب هو ميوله ايه برضو. يعني مثلا ابني مجنون عربيات، حتى المكعبات بيعمل بيها عربيات. اي حاجه. فانت على حسب ابنك حاسه ان ميوله ايه. بيحب الحيوانات، بيحب العربيات، بيحب الفواكه، مش عارفه ايه، بتجيبي له المجسمات دي بتفرق معاه. بالذات الحاجات اللي هي بتبقى تعليميه وتنميه مهارات. بجد الالعاب دي حلوه قوي قوي قوي، بتفرق معاهم وبتشغلهم جدا. يعني بتاخد تركيزهم، بتخليه مركز قوي في الحاجه. بس يا بابا استنى. تخليه مركز قوي في الحاجه وعايز يفهمها وعايز يعمل ولا عايز يطلع منها شكل او كده. هوريكم كذا حاجه دلوقتي، كذا لعبه انا جبتها له وبدات تلهيه بصراحه وبدات تعوض. وهقول لكم على كام حاجه كده تعملوها، بدات اعملها معاه بتفرق. مهم قوي ان انت تخلي عندك كارت كده شايلاه، ما تديلوش كل الحاجات مره واحده. مهم جدا جدا الموضوع ده. يعني جايبه له مثلا 5 ألعاب، طلعي له منه 2، ومن وقت للتاني شيلي واحده طلعي واحده بعد فتره طويله. خلي في كارت كده استبن وقت مثلا عايزه تطفي التلفزيون وعايزه مثلا ما يعيطش، وقت مثلا بيزن او بيرخم على حاجه معينه وعايزه تلهيه في حاجه، فيلاقي حاجه تشده. لعبه بقاله كتير ما شافهاش، او لعبه جديده اصلا اول مره يشوفها، او لعبه بيحبها بس انت بتشيليها وتطلعيها وقت اللزوم. حاجه زي كده هتفرق معاه جدا، غير ان هي تبقى مرطرطه ومرميه قدامه. احنا كلنا كده لما تكون حاجه قدامي، غير لما تكون حاجه كده بعيده وتشتاقي لها ويلاقيها كل فتره ويلعب بيها، بتبقى وحشاه اصلا، واول ما بيشوفها بينبهر. فانا بعمل كده مثلا حتى المكعبات مش حطها له كلها، حطها له حبه منها، وساعات بقى مطلعه له النوع التاني اللي هي البازل، وساعات اقوم شايلاها، وساعات مش عارفه ايه. العربيات برضو اللي في المكعبات بشيلها واطلعها، اشيلها واطلعها. هوريكم بقى كام حاجه دلوقتي حلوه جدا لو جبتوها برضو الاطفال هتتلهي بقى بيها شويه، وهي كلها حاجات مفيده وحاجات هتنمي مهاراتهم وهتخليهم كمان يركزوا اكتر ويشوفوا ويفهموا حاجات اكتر ويعرفوا اسامي مثلا حيوانات. لعبه البازل دي مثلا، طبعا هي بتبقى يعني الشكل ده بيبقى حاجه من دول، بس هم مش مترتبين دلوقتي. شكل من دول، دي حلوه قوي قوي قوي. هي يعتبر سنها لسه كبير على ابني شويه، بس انا ما كنتش اعرف يعني. بس هو دلوقتي بيلعب بيها يعني استخدامات اخرى، بس بيحبها قوي وبيحب. حاضر اديها. بيحب يتفرج حتى على الحيوانات دي. بقعد انا اعمل له بقى الاشكال واوري له. بص، هو كمان الميزه ان هي خشب، يعني دي اللي عجبني فيها اصلا، هي خشب. يعني ما تبصش اصلا الا بقى لو جودي عضتها يعني. فلا ما تتكسرش، ما يجرالهاش حاجه، يعني تعيش معاه كتير كتير قوي. وهم بصوا كام شكل.
6 اشكال، 6 حيوانات بيعملهم. انا طبعا محتفظه بالعلبه بتاعتها عشان احنا بنلعب ونحطها تاني وبيرصهم تاني مكانهم، وكل فتره هو حتى هيتجنن عليها دلوقتي لان هو ما بيشوفهاش كتير، هو ده هيلعب بيها. فدي حلوه قوي عجبتني، وحسيت ان هي حاجه يعني وهو بيلعب بيها هيركز، بدا يركز بقى ان مثلا الالوان اللي شبه بعض، يقول لي ايه ده ماما دي طياره، في مروحه كده بيسميها طياره، المروحه مثلا نجمه، عصفوره، ورده. بركز في الحاجات دي في التفاصيل الصغيره وخد باله منها وبدا ينطق اساميها. وطبعا انت اصلا مجرد ما تبعينيه عن التلفزيون هتلاقيه بدا يتكلم اكتر بكتير ويتحاور معاكي ويركز ويقول وراكي الكلام. بصوا كمان كتاب التلوين ده، بصوا انا اوديكم امثله، يعني مش شرط تجيبوا نفس الحاجات، بس انا قصدي ان انت الهيه، فكري كده ايه اللي ممكن يلهيه، هاتي له حاجات مختلفه. بصوا ده القلم ده بتملي ميه، مش عارفه هو فيه ميه ولا لا، بتملي ميه وبتشخبطي كده، استنوا نملاه ميه الاول. ده فواكه وخضروات، انت ممكن تختاري اي حاجه، يعني بيبقى فيه حاجات كتير. ده بصوا ده القلم ده بيتملي ميه وبتعملي كده، مجرد ما هو بيعمل كده اكنه بيلون. بصوا الرسمه بتظهر ازاي كده، هو بيحس بقى ان هو اللي رسم الرسمه او هو اللي لون. دي برضو لطيفه وممتعه اهي، حلوه جدا بصراحه. والحاجات دي قلم مش غاليه، ده تقريبا بحاجه وعشرين. والقلم كده كده بيفضل بتمليه تاني، تفتحيه وتمليه فمش بيخلص يعني. ودي بس بتسيبيها مجرد ما تنشف بتلونيها تاني، الصوره بتتمسح وبتبداي تلونيها تاني. دي كلها اختيارات، مش شرط ان انت تجيبي الحاجات دي بالظبط، بس انا قصدي هاتيله العاب مختلفه، هاتيله حاجات كده تشغله شويه، هاتيله حاجات تلهيه، كل شويه طلعي له حاجه. انا حتى الالعاب اللي هي العاديه خالص بتاعتهم، اللي هي مثلا متكسره او متبهدله او قديمه، برضو كل يومين بقوم شايله الباسكت خالص خافياه، هم ما ياخدوش بالهم مثلا هم نايمين او كده، وسايبه لهم يا دوبك كل واحد دبدوب والعربيه بتاع عمر وبس، عشان العربيه دي خط احمر ما اقدرش اشيلها بس. واقوم شايلاه يوم يومين ومطلعاه. اول ما بينزل لهم بقى البوكس بتاع الالعاب يكونوا عندهم لهفه كده عليه ويجروا مش عارفه ايه، ويفرحوا اول ما انزله لهم وبتاع، ويهيصوا له لو عايزه اعمل الاكل او عايزه يعني هدخل اعمل حاجه ومش عايزه زن ولا وش، اديه لهم يتلووا فيه شويه. فهي فكره ان انت تشوقيهم للحاجه ما تبقاش مرطرطه قدامهم. مجموعه معارفي دي كنت قعدت ادور له عليها كتير قوي، ودورت في الفجاله وكنت عايزه اجيبها، يعني كنت عايزه اشوفها الاول قبل ما اجيبها، كنت خايفه اجيبها من على النت كده وما يعني ما اضمنش الخامه، بس بصراحه حلوه قوي. انا جبتها برده من على النت 80 جنيه باين. دي فيها 12 كتاب، 12 كتاب صغير. بصوا هو كتاب صغنن خالص، بصوا قد ايه، بس حلو. يعني مثلا ده اعضاء الجسم، بصوا بيوري له بقى اسامي الاعضاء وكده، وهو ناشف كده يعني تحس ان هو كرتون او ورق مقوى حاجه كده، يعني عشان يعيش برضو يستحمل. وفي بقى حاجات كتير يعني الحيوانات، ادوات الطعام، الاسره مثلا، في الاشكال الهندسيه دي بصراحه عجبني قوي قوي قوي. انا بدات معايا باكتر حاجه بحبها اللي هي وسائل المواصلات، العربيات والحاجات دي، فبقيت حتى يعني انا ايه شايله له الكتاب، هو مسميه عربيه فشايله له بطلعه لما اكون عايزه منه حاجه. يعني انا مثلا طب يلا نلم بقى اللعب مش عارفه ايه عشان اجيب لك العربيه، عشان اجيب لك الكتاب اللي فيه العربيات، طب اعمل كذا عشان اجيبه لك، فبطلعه له كمكافاه. هو بصوا قد ايه يعني صغير بس محكم، يعني ليه شنطه كده وشكلها لطيف. هما بصوا 12 واحده حلوين، يعني فيهم حاجات كتير. هي اصلا مكتوب عليها ان هي من سنه ل3، انا حاسه ان هو ممكن يبقى اكتر من كده عادي. المهم ان لان اكتر من كده انت ممكن تستغليها في انه يكتب الحاجه، يعني هما كاتبين اسم الحاجه ممكن يخليه بقى يبدا يكتبها لو في KG 1 او KG 2 او كده. بس فهو حبها كمان، انا عجبني ان هو حبها وتعلق بيها، وبقى الناس ساعات نبص فيها قبل ما ننام، يلا دي اسمها ايه، ده اتوبيس، قطار، حافله، بدا ينطق حاجات كتير معايا. وبرضو حسيت ان انا ما دفعتش فلوس في لعبه هتتكسر وخلاص، لا حسيت ان انا دفعت فلوس في حاجه هتنمي له مهاراته، حاجه هيتعلم منها حاجات كتير وهتعيش معاه اطول فتره يعني، لان هي برضو جامده كويسه. وطبعا مكعبات، انا عارفه عامله دوشه قوي في المايك عشان الدوشه اللي حواليا واللعب. بصوا جبت له برضو
كيلو مكعبات عشان يبقى كتير قوي، يعمل اشكال كتير. بس طبعا مش مطلعه كله، برده مطلعه له عدد معين عشان ما يبهدلش كله، لان انا قلت كل ما هيكبر شويه هيبقى عايز عدد اكبر. خد يا دي، عايز عدد اكبر وعايز يعمل اشكال اكتر، لان هو برده بيحبها. على حسب ابنك بيحب ايه، بتلاقيه مشغول كده ومتعلق بايه، يعني حاسه ان هو شغفه في ايه. عايزه بقى تعملي يعني بلاش حته ان احنا نلجا اول حاجه للتلفزيون. بلاش اعتبريه مش موجود، اعتبريه بجد بايظ. وبرده التليفون نفس الكلام. عايزه تعملي اكل، طب انا اصلا مش عارفه ايه. اصلا انا جه عليا الفتره دي ونمت، والله جه عليا الفتره دي كنت كل ما عايزه اعمل حاجه، طب ما انا عشان كذا فاقوم فاتحه له، طب ما انا بس عشان هدخل اخد شاور اقوم فاتحه له، انا بس عشان هعمل اكل ومش عايزه اعمل ايه اقوم فاتحاه، اصلا انا بغسل. فانت هتلاقي كل يوم في حجج، كل يوم في اسبابك، عندك اسبابك الواضحه جدا. بس الجائي الحاجات زي كده، الجائي حاجه تانية. هطلع له لعبه جديده يتلهي فيها، هطلع له كتاب زي كده، الكتيبات الصغيره دي يعمل. قعدي جنبك على الرخامه وانت بتعملي اكل، دي القعده المفضله بتاعت عمر. يقعد جنبك روقي له خيمه وقعديه وترغي بقى معايا طول ما انت واقفه، ارغي معايا. عايزه تحفظيه حاجه، عايزه تقعدي تقولي له مثلا يعد، تحفظيه لو هو اكبر شويه تحفظيه قران او حاجه كده. حاولي تخليه يعني يشاركك في حاجات في حياتك، يشاركك في حياتك بجد. بتعملي حاجه خليه يبص عليكي، خليه يقف معاكي في المطبخ ويبقى متابعك. ايه ده ماما قط، ويقعد يحط معايا عادي. بيقعد جنبي خليه يشغل الخلاط وانا ابقى ماسكه له الشفشه او هو يسند الشفشه. بخليه يعمل حاجات صغيره، هو بس بيحس ان هو كده عامل معايا، ان هو بيعمل لنفسه. يمسك لي حاجه، يحط لي حاجات مثلا طماطم ولا حاجه، اقول له طب يلا حط في طبق، يطلع من الكيس ويحط في طبق. الحاجات الصغيره دي بتفرق معاهم جدا، وهيحس ان هو كده يعني بقى ايه بيساعد وكبير ومش عارفه ايه، وفي نفس الوقت هتلهيه. يعني انا مثلا ما كنتش اتخيل ان عمر يحل عني كده لولا ان انا مديله المكعبات اللي هي البازل اللي وريتها لكم في الاول دي، اللي هي البازل اللي بيعملها اشكال حيوانات. هو ما بيعرفش يعمل اشكال حيوانات اصلا، بس بيلعب بيهم كمكعبات، يقعد يحطهم يرص كده بالطول، يرصها في البوكس بتاعها كده بالمكعب بتاعها، يعني بيعمل اي شكل وحاسس ان هي حاجه يعني مش معاه كل يوم زي اللعب العاديه. حاجه انا ببقى شايلاها فببقى مبسوط قوي اول ما بتنزل، فبيفضل ملهي فيها زي كده. فهتلاقيهم اتلهوا. اهم حاجه بس ما تخليش كل الالعاب قدامهم، مش جبت لهم لعبتين 3 4 حطهم كلهم وخلاص. يا ستي حطيهم اول يوم يفرحوا بيهم ولعبوا خلاص. اول ما يناموا شيل اللعب، خلي لعبتين 3 4 بيلعبوا بيهم، والباقي بقى اللي هي الحاجات المعينه او الحاجات اللي زي كده اللي هتشغلهم شويه شيليها وكل مره طلعي حاجه. هي دي الكروت اللي انت هتستخدميها في الحالات الطارئه. حد مثلا عندكم ماشي وهو شبطان فيه وبيعيط وشبطان يخرج، هتطلعي له حاجه زي كده تلهيه. انت تعالى هطلع لك اللعبه الفلانيه، هو عارفها فمتعلق بيها فهيبقى ملهي معاها. حاجات زي كده، حاجات زي كده صغيره قوي. لو احنا بس ركزنا وطولنا بالنا شويه وشلنا فكره ان في تلفزيون اصلا بجد اعتبريه بايظ. انا بقيت اشيل الفيشه، هو طبعا بقى دلوقتي بيطول الزرار فبيدوس وممكن يفتح لو ريموت ناسين ولا حاجه ولا مسك موبايل فممكن يفتح. بقوم شايله الفيشه خالص وانا مهيئه نفسي ان هو بايظ. حتى لو هنفتحه بقى عارفه في الحالات النادره قوي حاجات كده كل فين وفين، هو هيتعود ان مش ده العادي، مش ادمان. وانا من رايي ان حتى لو بعد كده هو مثلا خلاص اتكلم ونطق وبقى يقول كل حاجه، لو بعد شويه بقيت افتحه له شويه ممكن عادي. يا رب نقدر نمنعه اصلا الحاجات دي على قد ما نقدر. التكنولوجيا عموما بقى سواء موبايل ولا تلفزيون ولا اي حاجه، وانا عارفه الموضوع صعب جدا جدا جدا، فانا حاولت اقول لكم شويه حلول كده انا يعني بستخدمها. وساعات طبعا بيجي اوقات خلاص بتفشلي تبقي مش قادره، فبيبقى مفيش حل غير انك تعمليها. بس انا قصدي انك ما تستسلميش من اول مره، يعني على قد ما تقدري حاولي كتير كتير كتير، ما تلجئيلوش الا لما يكون الموضوع خلاص خارج عن السيطره وحاله طارئه يعني. فايه ممكن استثناء تشغليه شويه لو انت قادره، او هتعرفي ان انت تسيطري تشغليه ساعه وتقفليه. انا بالنسبه لي ابني لو شغلته ساعه هيشبط طول اليوم خلاص، يا اما بقى بزن وبعياط، فبحس ان انا ما شغلش خالص احسن. فعلى حسب انت تقدري. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، وبرضو عرفوني يعني ارائكم في الكومنتات والتجارب اللي بتعملوها او بتعملوا ايه مع عيالكم عشان تتفادوا الموضوع ده. بتقدروا ان انتوا تسيطروا وتحددوا موضوع الساعه ده، ولا ما بتقدروش خالص، ولا بتفتحوه بقى كتير وخلاص، ولا انتوا بتمنعوهم ازاي؟ يعني لو في بجد اساليب او في طرق تانية او في افكار بجد عايزين تقولوها، يا ريت تفيدوني انا كمان في الكومنتات، لان انا برضو بعاني، وعشان اعمل الخطوات دي الموضوع برضو مبقاش سهل يعني. يا رب تكونوا استفدتوا، وقولوا رايكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.